كريم شرقي محسن، رئيس قطب الترافع ورصد الطفولة بالجامعة الوطنية للتخييم. طبعا اليوم أنا تنشارك إخواني في المكتبة الجهوية ديال الرباط سراء القليطرة في واحد التكوين جد مهم وجد أساسي تيتعلق بمجال الإعلام والتحول الرقمي، باعتباره هذا التكوين تيشمل مجالات حديثة تستهدف بالاساس الى تقويه القدرات ديال الاطر الشابه المتنوعه ديال الجمعيات التابعه للجهه في هذا المجال. طبعا انا المداخله ديالي ركزت على كل ما هو مهاراتي وكل ما هو عنده علاقه بهذا التحول الرقمي، ولكن في اطاره اللي تينعكس على السلوك ديال الافراد والجماعات، بمعنى كيفاش اننا نكون واحد البيئه امنه واقيه للانسان تجاه كل العوالم الداخله ديال التحول الرقمي، وبالتالي نشيعوا فكر جديد بمهارات جديده بمكونات جديده. اليوم كنت جد سعيد كون المشاركين كانوا من الشباب الطموحين ومن الشباب التواقين لاخذ وتملك هذه المهارات، وبالتالي هما ديجا عندهم كفاءات متعدده في مجال هذا التحول الرقمي، ولكن تحتاجوا الى بعض المهارات التكميليه اللي من خلالها يمكن لهم يوازنوا في الحياه ديالهم ويجمعوا ما بين التقنيه وما بين الحياه الاجتماعيه السعيده والمتميزه.